عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك حلة حط فيها شوية مية وشوية بدنجان كده عشان تشوفي دلوقتي احنا هنعمل ايه. هو ده الغدا يا ام حسن؟ البدنجان دوت هتعملي فيه ايه؟ هو ده الغدا؟ هتشوفي دلوقتي، بس خليكي معايا في ايه، في الفيديو. دي قناة ام حسن، لأول مرة يشوفها يا جماعة يلف لفة كده يشوف العدس الأصفر، العدس أبو جبة عاملة ازاي، الكنافة في الخلاط، الرز بلبن في الخلاط، الملوخية في الخلاط، كل حاجة عندنا هنا في الخلاط. والنهاردة هنستعمل برضو الخلاط. ايه ده؟ هتعملي ايه بالخلاط ده؟ بتنجان بتسلقيه واخرك هتخلليه. طيب هتشوفوا دلوقتي هنشتغل في الخلاط هنعمل ايه. اللي اول مرة يشوف قناة ام حسن يا جماعة فضلا منكم وليس امرا ينورنا ويشرفنا. ايه بقى؟ بالاشتراك، تفعيل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد، بلايك، بتعليق جميل كده زيكم، وتسلم ايد كل ليل تكتب لي كلمة حلوة. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. الباذنجان اهو بقى، خلوا بالكم وهو بيتسلق كده اوعي تدلقوا المية بتاعته. حضري له بقى ايه، شوية ملح كده متبهرة. الملح المتبهر ده عليه ده ايه؟ كمون، فلفل اسمر، كزبرة، الشطة، حط شطة كمان، وتوم، وسبات توم. حطاه في غسلته حطيته في المية اهو، وايه، وهفصصه. رشته حبة توم كده تحطيه مع راس توم وبوز السكينة والايه، وتقشريه. خلاص، ويكون ايه، في بصلتين كده او بصلة كبيرة، ومعاكي نص كيلو فول مدشوش. عرفتوا بقى هناكل ايه جنب البدنجان مخلل؟ والمية دي ما ترميهاش، وهتعرفوا دلوقتي هنعمل بيها ايه. والخضرة تكون عندك شوية خضرة كده. بص العيدان خليها، العيدان دي بتتحط في الفول المدشوش وهو بيتسلق مع البصل مع الثوم. لو عايزة تحطي بصل او بطاطساية تسويها حطيها، لقيتيها خفيفة بتضربيها معاها عشان في فول مدشوش بيبقى خفيف. لقيتيها تقيلة ولفة معاكي خلاص، شيلي بطاطساية اشطفيها وهرسيها وفطري بيها اتعشي بيها وبتقضي بيها الواجب. ده ورق جوافة غسلاه ونقعاه وغليه عشان الكح نشرب كده، عشان نسلك أول ما نصحى. خلاص عرفتوا بقى الدنيا فيها ايه. اروح اجيب بقى الليمون، اعصر لنا الليمون وخل والثوم. خلاص هنلف لفه ونرجع. خليكم معايا، اللي مشتركش يا جماعه يشترك في القناه ينورني ويشرفني. سيبولي تعليق يا جماعه، نفسي قناتي تبقى كبيره بوجودكم طبعا، هتشرف بيكم. خلاص، والخضره اهي، عشان الخضره غاليه بيقولك ايه، لو لقيت البصاره كده فاتحه تفركي شويه ملوخيه ناشفه فيها وتقومي ضربها في الخلاط. هنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا يا حبايبي بقى، البصاره لما اتعملت العيدان اهي زي ما تتفرم مش هتبان. وادي التوم فصصيه كده وتحطيه السلق اهي سلق، بس المقطع ده ما جاش بقى بتاع السلق في الفيديو. والبصل كل حاجه اتهرت ازاي، شايفين اهي مهريه خالص كده. كانت كل ما تشرب الميه احط لها ميه، براد ميه. بصي مهريه زي ما تلاقي مهريه خالص كده. تحط لها بقى شويه ميه وتضربها في الخلاط. هتشوفي بقى اما اضربها في الخلاط هنعمل ايه. الباذنجان لسه، وعصرت الليمون، والليمون حطيته ايه، قلت يلا يتسلق. لسه هحط الثوم والخل. هنشوف دلوقتي اما نضرب دي بقى هيحصل ايه. الباذنجان اهو على النار، ودوت الحله اهي غسلناها. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. نحط شويه زيت كده، معلقتين زيت كده حلوين. هتقولوا هتعملي ايه بالزيت، هتقلي البصاره؟ اقول لكم لا. بصوا ده ورق الجوافه اهو اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو، غسلته ونقعته وغليته وسخن تشربوه عشان البلغم عشان الكحه واحتقان الزور. خلاص هنحط دلوقتي هنا ايه بقى، ده بصل اهو متعصج هحطه هنا. ده التوم، هتقولوا التوم ده هتعملي بيه ايه. هحط حته هنا واشوف الباقي هحط بيه ايه. وحته البصله دي هتشوفوا دلوقتي هنعمل بيها ايه. خلاص هنا بقى البصاره اهيت هنضربها ونطشها ايه على دوت لما اللي ايه البصل دوت كده يتشوح كده ويصحصح. كنت ايه معصجاه كده محمراه نص تحمير. عاوز منه اي حاجه بقى للسمك للصياديه. في يا جماعه ناس بتحمر التومه دي في اخر البصاره وتقوم طشها على الوش في الاطباق. انا بحب احطها في القلب
هتقولي حته بصله صغيره، اقول لكم لا، ما احنا حاطين جواها بصل. وهتشوفوا دلوقتي هنحط لها بصل دي في انهي مرحله دلوقتي. الجمال والحلاوه اهو. هتشوف التوم ده، البصل والتوم يسيحوا دلوقتي، وهنعمل ايه؟ وهنضرب البصله بقى دي في الخلاط، وهنعمل ايه الطبقه الجايه هتشوفوا. بس خليكم معايا، واللي مشتركش في القناه يشترك. نورونا وشرفونا. قولوا ايه العدس الاصفر في مطبخ ام حسن. الشتا على الابواب اهو. شوفوا بقى طريقه العدس الاصفر، عاملاها بكذا طريقه. الرز بلبن عاملاه بكذا طريقه. في ناس بتحب تشربه وتاكله سخن، في ناس بتحب تعمله ويبرد وتحطه في التلاجة وتاكله ساقع. شوفوا الطريقه يا جماعه. والجلاش، الفطيره المحمله. شوفوا يا جماعه، خشوا كنافه بكذا طريقه. خشوا القناه وانتشروا كده، نورونا وشرفونا. وباذنجان اهو، بصوا بقى بيستوي اهو. انا اديته تقليبه، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، او واحده تانية دي عشان اللي فوق لقيت اللي تحت بيستوي واللي فوق ما استويش. انتوا مقلبين، حطوا بقى كده عليه وترموا الميه. هتشوفوا هنعمل بقى دلوقتي. البصله اهي، يا جمال ويا حلاوه الريح. اروح بقى اضرب البصاره واجيلكم. بص، عايزه تحطي توم فيها فلفل. انا ده توم طحناه بالفلفل، وده توم طحناه من غير حاجه عشان ما بحبش الفلفل. كل حاجه ليها حاجه. ضربنا ايه البصاره بقى في الخلاط وهنطشها كده. لو تشموا الريحه يا جماعه. بصوا يا جماعه، وانا بضربها في الخلاط حطيت نفس الحاجه اللي حطيتها هنا، كزبره وكمون وملح على البصاره هنا كده. هتغلي بقى غلوه بقى ونشوف اهو طلعت تقيله اهي، ولا محتاجه ملوخيه ولا حاجه. الحمد لله. هنشوف بقى الدنيا ايه. شفتوا ضربها في ايه في الخلاط. كل حاجه في الخلاط عند ام حسن. هروح اصفي ده بقى وارجع لكم. يلا بقى انتوا شوفوا القناه، نوروني وشرفوني كده. عارفين يا جماعه، مش عارفه والله العظيم، ماليش نفسي اصور. معرفش بقى من التعب ولا من ايه، مع ان انتوا والله العظيم ربنا يخلي الحبايب. والله العظيم، مع ان كل الحبايب ربنا يخليكم ليا، اقول لكم يا رب. والجداد واللي معايا من اول القناه، يا ام حسن نزلي فيديوهات، نزلي فيديوهات. معرفش، ماليش نفسي اصور من التعب، من الشغل، معرفش بقى. المهم من تشجيعكم قلت يلا بقى اصور، مع ان انا عامله بصارتي كذا مره خطواتها كلها. قولوا بصاره في قناه ام حسن في البحث كده، وهتخشوا هتلاقوا الصوره الجميله بتاعت مطبخ ام حسن ان شاء الله. تنورونا وتشرفونا. كنت هقول لكم ايه يا جماعه، اللي معهوش مفتاح، اللي محدش بيديله مفتاح عشان يخش قناتي، عادي اعملوا بحث في اليوتيوب، قناه مطبخ ام حسن. العدسه الاصفر في مطبخ ام حسن، هتلاقي القناه جت. خلاص. انا حتى لما بقابل حد ما اعرفوش كده اهوت ويقول لي ايه انت قناه مش قناه، بقول لهم، اقول لهم ايه، قولوا عدسه الاصفر في مطبخ ام حسن، بيخشوا يعملوا لي اللازم. هنروح بقى نكمل بقيه البصاره والباذنجان ونرجع مع بعض. ونحط هنا التوم، حطينا هنا التوم ناقص الخل، حطينا الليمون. وما تنسوش يا جماعه تشربوا ورق الجوافه، ده حلو قوي. حوش جبت وبقيت كل ما الاقي بتاع جوافه هشتري او ما اشتريش، باخد منه ورقتين جوافه. والله يبارك لهم كلهم، والله كانوا بيدوني قد كده. بقيت اجيب واغسله وهو طري، واحطه في واشوفه كويس قوي، واغسله كويس قوي، واحطه في المصفى وينشف. لما جمعت حبه قد كده. في الشتا بقى داخل بقى. والملوخيه الحقوا وهي رخيصه كده. جيب شويه ملوخيه قطفيهم واغسليهم ونشفيهم وفركيهم وشيليهم عندك. هيطلع السلق، ما يبقى فيش ملوخيه ونفسك تاكلي ملوخيه، تضربي. اقول لك خش القناه عندي وهتلاقي الملوخيه الناشفه مطبخ ام حسن. انا عاملاها ازاي؟ بس يا حلوه يا جميله يا طعمه. اوعي تفكري ان انا حطيت البصاره كلها في الخلاط، لا. عملتها على مرتين تلاتة اهو. اضرب واحط ليه؟ عشان ما تبقاش تقيله على الخلاط. ودي حط شويه ميه، ترجي كده وتنزليها. اوعي ترمي اي حاجه. كل ضربه بحط لها ايه، ملح وكمون وكزبره. خلي بالك وتقلبي بقى كده الجمال والحلاوه ده. بصي بتغلي ازاي. يبقى كنت مغطيها بالغطا عبال ما ايه، ما اضرب الباقي واقلب كده. يا لو تشموا الريحه يا جماعه، بصوا حلاوتها والخضره وكله. وانا حطيتش ملوخيه ناشفه، انا مش من الانصار اللي بيحطوا الملوخيه الناشفه صراحه. هتغلي بقى وتشوفوا بقى هنعمل الطاقه التانيه. خليكم معايا. البتنجان هفضل اقول لكم طول الفيديو، اقول لكم استنوا ميه البتنجان هنعمل بيها ايه. بس يا حبايبي بقى البتنجان لما خليته حطيت فيه التوم والخل والليمون وكل حاجه، عشان بقى تحافظي عليه في التلاجة. مثلا انت عامله كميه كبيره، دي مثلا قولي مثلا هي هتتاكل مثلا،
او هتاخد منها شويه ريحه غاز. يا نهار ابيض. فتحت العين هنا على حله بمعلقه زيت، فتحت على دي كمان بحسبها لسه هقلي الطعميه، وطفيتها اهو لقيت ريحه الغاز. الحمد لله ربنا سترها. بصوا بقى معلقه الزيت دي ليه بقى؟ هتقولوا لي ليه؟ الاول اقول لكم الميه اهي متملحه اهيت. هنحط كده ايه؟ البتنجان ده كده تقعد عندك في التلاجة، بس بشرط بشرط واحد. تعملي ايه؟ تاخديه بشوكه تدوقي كده الجمال بقى. خلي بالك انا نسيت احط الفلفل الحامي، هحط الفلفل الحامي اللي بيحبها. خلاص. الميه دي عشان تحافظ عليها اطول وقت ممكن على الرف في التلاجة. نسيت اهو. ودي حته البصل اللي انا قلت لكم استنوا هنعمل بيها ايه. هصحصحها كده عشان برضه هنعمل بيها دلوقتي حاجه اهو. هتقولي فين البصاره دلوقتي يا ام حاجه؟ هقول لكم، هوريكم دلوقتي البصاره فين. نصحصح كده وتشوفوا هنعمل بقى ايه دلوقتي. البصاره هي يا جماعه بقى لما غليت خلاص، انا عشان مستعجله عشان الفيديو حطيتها تحت المروحه وتتبرد عشان اغرفها. يعني ايه؟ عشان اقلب بقى. وهتشوفوا دلوقتي التوم. هنشوف بقى اما اشوف كده هعرف ايه. عشان تاني بقى يا جماعه، عشان تاني الفيديو مش عايز يكمل، مش عارفه ليه. والله يا جماعه الحمد لله انتوا اللي بتفتحوا نفسي ان انا بقى سجلت الفيديو ده. ما كنتش عايزه اعمل اي حاجه ولا عايزه اصور اي حاجه. كله عمال يقول لي يا ام حسن سجلي 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 اهي. بصوا منزله عجينه الطعميه هقليها كمان. هنروح بقى نغرف البصاره ونرجع مع بعض. في تكه مهمه استنوا هوريها لكم دلوقتي، بس يا رب بقى الفيديو يكمل. عايزه اوريكم حاجه في البصل. سبحان الله، اللهم صل على النبي. بصوا تقلت ازاي. نغرفها بقى نرجع مع بعض. بصوا يا حبايبي بقى غرفتها اهوت في الاطباق خلاص، ومع البتنجان. دي ناقصه ايه؟ الجرجير والبصل. البصل بقى دوت بقى هنعمل بيه ايه اهو. نحط كده ايه على الوش كده الرشرش. في بيحب البصل وفي ما بيحبش، فكده احنا رشرشنا اهو. هنا ايه على اللي عايز بصل واللي مش عايزين بصل براحتهم. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ الكزبره. طبعا ما فيش حد ما بيحبش الكزبره. نرشش كده كزبره ايه كده عامل زي الزبيب وجوز الهند. طب ما برشهم على ايه؟ الرز بلبن. حلاوته يا جميل. هنا ايه كزبره. وهنرش الشطه دلوقتي. دي حلاوتها وطعمتها بقى لو تشموا الريحه يا نهار ابيض. ايه الجمال ده يا جماعه. برضو هنا مش عايزين حاجه براحتهم، هم عايزين خلاص. يبقى كده ايه البتنجان اهوت بميته تبقى عارفه. وصلنا قشره الليمون جميله تتاكل حلوه. كنت هقول لكم ايه لما افتكر ارجع لكم تاني واقول لكم حاجه. في تكه دلوقتي. التكه هي ايه اهي. دي الناس اللي مش عايزه بصل عايزه شطه ادوله شطه خلاص. والناس اهي عايزين شطه شطه شطه. والناس اللي هي عايزه بصل عايزه شطه بسيطه كده خلاص. وهنا مش عايزين حاجه خالص براحتهم. خلاص يبقى ايه رايكم بقى في الاطباق التحفه دي الجميله؟ فتحتوا نفسي خليتوني اتكلم معاكم. ربنا يخليكم ويفتح نفسكم يا رب. هروح بقى ايه اقلي الطعميه وافطر. ايوه انا مش هاكل من الطعميه. بس اهو هقلي طعميه للي عايزين طعميه. وانا وريتكم العجينه منزلاها خلاص. مش عايزه بقى اطول عليكم الفيديو. لا معاكم طعميه كتير. خشوا القناه عندي شو طعميه والفول عامله حاجات حلوه قوي. كنافه وجلاش وفطيره محمله والقلقاس وطريقه تخزين القلقاس وتخزين الخضره والخضره الناشفه. يعني ملوخيه ناشفه والخضره الناشفه والبصل البودر والثوم البودر. كل حاجه يا جماعه عاملاها. انتشروا شوفوا خشوا في القنوات. في القناه عندي مش في اخر فيديو خلاص. انا بفرح لما بلاقي الناس الجديده في الفيديوهات اللي انا عاملاها قبل كده. وهنا بقى نسيت احط الفلفل. احط بقى ايه شويه شطه كده. ابص اهو شويه شطه هنا كده عشان افتكر بقى الايه الفلفل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.